على الباطل اللي هو معاويه بن ابي سفيان، وهذا ما ينقال عن خليفه من خلفاء المسلمين. نعم. صح يا لا عفوا، ممكن تسمعني يا اخي؟ انت قلت مع الباطل، انت مع الباطل. معاويه بن ابي سفيان مو مع الباطل. هذا يا استاذ ممكن لحظه يا اخي الدكتور، ممكن لحظه ارد عليك؟ انا احترمك واغدرك واجلك، بس احترامك ما يكون على حساب واحد من ائمه المسلمين. طيب ممكن ابو عبد الوهاب، استمع لي يا ابو عبد الوهاب. ابو عبد الوهاب اطلب، خلينا ننتظر. ابو عبد الوهاب، انتظر يا اخي، اسمع لو سمحت ابو عبد الوهاب لو سمحت. انا والله العظيم راح اخليك لو للساعه واحده، بس لحظه. انت بالنسبه انت داق عشان توضح امر مهم. اخذ رايه ومن ثم علق على رايه. خليك اسمع كلامي. طيب خليك وياه، تفضل يا استاذ. ممكن تسمع كلامي؟ ايه ممكن تسمع كلامي؟ ممكن تسمع ردي اذا سمحت لي يا ابو تفضل. ممكن اتكلم كلمه واحده بس؟ لا انا برد عليك وبعدين تتكلم يا اذا سمحت لي يا اخي. نعم تفضل. عشان نسمع البعض، احنا لازم نفهم بعض يا اخي. هو احيانا في سوء فهم، يمكن كلامك صح انت، خلينا نقول رايي، يمكن تعطيني راي انت احسن. يا استاذ ابو عبد الوهاب تسمعني؟ يسمعك. اسمعك. يمكن تعطيني راي استفيد منك انا. قول رايك يا اخي. سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، ورضى الله عنه، وعسى الله يحشرنا حد ومعاه ان شاء الله. زين ممكن تسمع بس؟ خلني اقول لان هذه قضيه دينيه. انا قاعد اتكلم عشان توضيح فيها، عشان اوضح لك يا ابو عبد الوهاب. بعدين هذه عقيدتي، انا ما اقبل ان احد، هذه عقيدتي انا اقول لك عنها، مو تقول لي فلان وفلان. انا اعلمك. سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وارضاه، هو امام المسلمين ببيعه شرعيه، وكل الصحابه كانوا معه. سيدنا الامام علي بن ابي طالب، احنا ما نبي نخوض بالايام الفتنه، ولكن خرج عليه سيدنا معاويه بن ابي سفيان، فالحق يا اخي خرج عليه. هذا الباطل يا دكتور. اسمع انت تسمعني الحين. ما انت ممكن تسمعني يا اخي. اقول لك سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه خرج عليه سيدنا معاويه. انا ما قلت في سيدنا معاويه شيء، يقولون نعم فيه. انا احب سيدنا معاويه لكن احب سيدنا علي قبله. اسمع ممكن تسمعني عشان اعلمك القصه يا اخي. هذه قضيه دينيه، تبي اشرح لك ولا لا؟ انت عالم بالشريعه يا اخي. لا ابو عبد الوهاب، قضيه دينيه انا بعلمك. هذه عقيدتي، انا اعلمك عقيدتي. تفضل. هذه عقيدتي يا اخي، اقول لك على العقيده. هذه عقيدتي ان سيدنا الامام علي بن ابي طالب هو على الحق. نعم. وسيدنا معاويه بن ابي سفيان جانب الحق وجانب الصواب، وخرج على الامام الحق بغير حق، باجتهاد منه. قد يعذر في اجتهاده ولكن هو اخطا. الحق مع سيدنا علي بن اجل، مو على باطل. يحارب سيدنا علي مو على باطل. جانب على الصواب. انا ما اقول لك هذول ما قلت انا قاعد اقول لك على الحق مع يا اخي. هذه عقيده يا اخي، هذه عقيده يا اخي. انا مع سيدنا علي بن ابي طالب وكل المسلمين. سيدنا علي بن ابي طالب هو امام الامه. سيدنا علي اخذها بالبيعه الشرعيه يا اخي. سيدنا معاويه بن ابي سفيان خرج على الامام الحق بغير حق، باجتهاد منه. العلماء يقولون اجتهد. كلمه واحده خلينا نتكلم. لكن الحق مع سيدنا علي بن ابي طالب. الحق يدور معه حيث دار. لو سمحت سيدنا علي بن ابي طالب على الحق. نعم استاذ مانع. هذه قضيه يا اخي عقيدتي، ما لها علاقه بالشيعه، هذه علاقه لي انا. استاذ مانع تفضل ابو عبد الوهاب. وضح. هل نحن افهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت مو فاهمني يا اخي. هل يبشر رجل على يا اخي انت دخلت موضوع ثاني. انت هذا مو فاهمه. لا انت تقول انت الحين انا شيعي يا اخي، بيحاربني طائفيا. انا سني يا اخي، هذه عقيدتي السنيه. روح اسال علمائك يا اخي، عندك امام مسجد روح اساله يا اخي. هذه عقيده يا اخي. انا اؤمن بان الحق مع سيدنا علي بن ابي طالب يا اخي، هذا جزء من عقيدتي. اغير عقيدتي انا. الحق مو مع علي مو معاويه يا اخي، لا تدخلنا بالقضيه يا اخي. ما اختلف، انا مع سيدنا علي بن ابي طالب يا اخي، هذه عقيده. ما تدش بعقيدتي يا اخي. احنا ابناء السنه والجماعه ما عندنا علماء يا اخي. روح اسال انت، روح اسال علماء المسجد يعلمونك. روح اسالك شيخ مسجد. الله شوف، الله يرحم والديك يا اخي. هذه عقيده يا اخي. سيدنا علي بن ابي طالب على الحق، واهل السنه يقولون ذلك. خلي ينفعك هالكلام يا اخي. هذه عقيده يا اخي. سيدنا علي بن ابي طالب على الحق، واهل السنه يقولون ذلك. خلي ينفعك هالكلام يا اخي. هذه عقيده يا اخي. سيدنا علي بن ابي طالب على الحق، واهل السنه يقولون ذلك. خلي ينفعك هالكلام. شو ينفعني؟ طرح شوف. نعم ابو عبد الوهاب. ليه عندكم دوله انتم؟ لا لو سمحت تغير عقيدتي انا عشان اشكر الاخ عبد الوهاب. والله ناس غريبه يا اخي. عقيدتي غيرها. نعم غير سالفه، كل واحد يمشي على رايه. هذه عقيدتي انا يا اخي. عقيدتي ان سيدنا علي بن ابي طالب على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدور مع الحق حيث دار.
وعقيدتي هذه عقيدة السلف. سيدنا معاوية الإنسان مخطئ والناس قاعد تقول هالشكل، اجتهد وأخطأ يا أخي. شنو هذا مع معاوية؟ مؤدب أنا مع سيدنا معاوية، أقول سيدنا معاوية ما قلت شيء أنا، ولا أنكر صحابي إنه صحابي، لكن سيدنا علي بن طالب هو أولى يا أخي. العالم هذا فيها شيء يا أخي. نعم. هذا بيثبت انك انت مو وش اسمه، هذا عقيده يا اخي. بعدين اللي يسال يا اخي يسال يفهم، ما يسال ما يعرف الدين ولا يعرف شيء. وما قلت انا، هي شاهدت فيها انا. يا رجل اتهم الحين حط شيعي خلاص عشان انا احب علي، يا اخي احب علي انا واحب ال البيت، واللي ما يرضى لا يرضى. غصبا عليك ما احبهم انا، واحب الصحابه. نعم. واللي ما يرضى لا يرضى. نعم. طيب ما نعم. انا احب علي واحب ال البيت واحب سيدنا الامام جعفر الصادق، واللي ما يرضى لا يرضى، والله لا يرضى ولا بيك ترضى. انا مو احب ال البيت، انا اتبارك فيهم، انا اتقرب الى الله بحبهم، انا اتقرب الله. يقول لك شنو؟ بعد يوم القيامه انا اواجه ربي اقول انا احب ال البيت، وانت يا ابو عبد الوهاب روح قول حب اللي تحب. يا اخي دشوا بالعقيده يا اخي. انا احب ال البيت، صرت شيعي؟ كل مسلم لازم يحب ال البيت، هذه عقيدتي. شلون اسوي؟ انا اغير عقيدتي؟ انا انسان احب ال البيت، وان كنت اعتز بالائمه الاعلام الذين رفع عنهم الملام، مالك واحمد وابي حنيفه والشافعي، القائل يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله بالقرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان القصة هذه. أنا أحب آل البيت وأتبارك في آل البيت وأحب الصحابة، وأنت ايش فيكم؟ فيكم بلاء. يعلمني العقيدة هذه عبد الوهاب. نعم يعني اكيد يعني وجه الاخ ابو عبد الوهاب يروح يسال شيخ دين يا اخي. انا اقول يروح يسال شيخ فقه يعني عقيده يا اخي. هذه عقيدتي. بعدين الانسان عقيدتي هذا ما اقدر، انا ما اقدر، انا احب ال البيت اتبارك فيه ما اقدر تغير عقيدتي على شنو تغيرها؟ انت ماجستير في الفقه يا اخي؟ انا ماجستير في الفقه والقانون. انا ما ابي التفاصيل هذه. عقيدتي حتى بدون ماجستير وبدون دكتوراه، انا عقيدتي احب ال البيت يا اخي. من حياتي انا احب ال البيت. كل مسلم كيف عاد ما يحب؟ هذا مو مشكلته، ما غصبته. انا احب سيدنا علي بن ابي طالب مو عشان الشيعة يا اخي، انا عشان الله، عشان ادخل الجنه. انا اتبارك فيهم يا اخي. حب ال البيت يا اخي. شنو هذا؟ قلة ادب يا اخي مع ال البيت. يقول لك هذا اخطا وما اخطا. يقول سيدنا علي على الحق، يقول لك لا ذاك ما اخطا. بس احنا ما نبي نثير المراقب. ايضا تنويه يعني والله العظيم كتاب الامام علي والله ما يستحون يا اخي. اتصالات المشاركه في الحلقه طرش حرف الرقم الظاهره على يمين الشاشه 98944 من خطوط زين 1481 من خطوط الوطنيه. خلاص عقيدتك قال شيء 5566 يا اخي. عقيدتي هذه عقيدتي. انا احب البيت، ما له علاقه بالشيعه، ما اعرف الشيعه. لا اله الا الله يا اخي.